هل يا ترى في انميات اقدر اتفرج عليها من غير ما يطلع لي مشهد كده ولا كده؟ في وجمعت لكم شويه انميات جرين فلاج. بانكاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمي دينا، بقدم محتوى انمي. لاول مره تشوفني كمل الفيديو للاخر. لو عجبك يا ريت تشترك في القناه، تعمل لايك وتفعل زر الجرس. جديده عملت لكم جزء قبل كده اسمه انميات جرين فلاج في بدايه القناه، جمعت لكم فيه انميات ما فيهاش مشاهد بنسبه كبيره جدا، ان هو الانمي يعتبر نظيف تقدر تتفرج عليه انت مش متضايق. بعضه ينفع للاطفال وبعضه لا نتيجه الافكار المختلفه، ولكن قلت بقى اجمع لكم جزء تاني. طبعا انا باخد مجهود كبير جدا لان انا بقعد بقى اتفرج على الانميات واشوف الانمي ده ينفع يتحط ولا لا. اول انمي معانا هو ساكاموتو دايز، انمي لسه نازل في السيزون اللي فات، من الانميات اللي كان عليها ضجه كبيره جدا والناس كلها كانت منتظراها. بتدور احداث الانمي حول ساكاموتو تارو، اشهر مجرمي عالم الاجرام وقاتل متسلسل الناس كلها بتعمل له حساب وبتخاف منه. بيروح سوبر ماركت عشان يشتري حاجه يتعشى بيها، بيقع في الحب، بيلاقي بنت أمورة جدا، فبيقرر ساكاموتو انه يتجوزها ويبدأ عيلة ويبعد عن عالم الجريمة، ولكن محدش طبعا بيسمح له بالكلام ده. بيبتدي يحصل مطاردات والناس بتبقى عايزة تقتله، فهو بيبقى هدفه ان هو يحمي عائلته من غير ما يأذي حد، لانه وعد مراته انه مش هيقتل حد. الانمي لطيف ورسمه طريقه رسمه جديده جدا، كوميدي جدا، حلو قوي، ما فيهوش اي لقطات، هتلاقي ان انت مستمتع، تبتدي تتعلق بالشخصيات بطريقه غريبه جدا. الانمي مكون من 11 حلقه، الجزء الثاني بتاعه هينزل ان شاء الله شهر 7. تصنيفه اكشن شونن كوميديا. الانمي التاني برضو من السيزون اللي فات اسمه ميداليست، انمي عارف انت تقعد كده تتفرج على حاجه وانت يعني مبسوط. كنت ناويه احطه ان هو الانمي الاول والاخير المناسب للاطفال، لدرجه ان ما فيهوش اي حاجه وحشه. فجه في الحلقه ال11 البطل خارج من الحمام، السلام عليكم، ليه ده هيخليه للاسف يعني هو المشهد ده ولا في الحلقه ال11 يعني ملوش لازمه، يعني ليه ما تعدي بالفوطه يا اسطى، في ايه مش فاهم. بتدور احداث الانمي عن شاب اسمه توكاسا، بيحب التزلج جدا جدا، وبيقرر ان هو يبقى مدرب لما يشوف بنت صغيره حلمها ان هي تبقى تاخد ميداليه في عالم التزحلق. المشكله اللي بتقابل البنت دي ان هي بدات تتدرب في سن كبيره عكس كل الناس اللي بيبداوا تدريب في سن صغيره جدا، ولكن حماسها الشديد بيقابلوا حماس المدرب وبيتفقوا ان هم يتخطوا الصعاب وتبقى زيها زي اي حد في عالم التزحلق. الانمي نظيف جدا، ما فيهوش اي لقطات ولا اي حد لابس لبس خارج، جميل قوي، لطيف جدا بجد، انا استمتعت بيه قوي. ولكن زي ما قلت لكم في مشهد حصل غريب كده، مش فاهمه اليابان بتعمل ايه. جميل، ممكن بعض الناس زي ما قلت يلاقوه ممل، ولكن هو تحفه جدا. الانمي 13 حلقه، المفروض ليه اجزاء تانية ولكن ما تمش الاعلان عن الكلام ده تماما. تصنيفه رياضي سنن ودراما. الانمي اللي بعد كده توسوجاري هوتيل او هوتيل توسوجاري، مش عارفه الاسم، كده الاسم هيبقى مكتوب جنبي. واحد من الانميات اللي عجبتني جدا، وبرده من السيزون اللي فات، ما فيهوش اي نوع من انواع اللقطات، احداثه شويه هاديه، بتطلع الاحداث في اخر حلقه يعني اخر حلقتين 11 و12 بتلاقي احداث ضربت في وشك. بتدور احداث الانمي عن اي حد عمل حادثه او حصل له حاجه، بيبقى ادخل في غيبوبه، لا هو عارف هو ميت ولا مش ميت، فبيروح يلاقي فندق اسمه توسوجاري هوتيل. الفندق ده بيبقى مخصص ان انت تروح تتذكر احداثك وايه اللي حصل لك والحادثه حصلت لك ليه، وبتستعيد ذاكرتك وبتعرف هل انت ميت ولا عايش. الانمي جميل جدا لان كل حلقه بيجي لنا ضيف جديد بنعرف قصته، في قصص بتبقى مؤثره، في قصص بتبقى حلوه، فعجبني جدا. الانمي نظيف وما فيهوش اي مشاهد، شبيه جدا ديث بريد، لكن طبعا لا انصح بيه للاطفال لانه فكرته شويه طبعا غريبه عننا، فممكن ما يفهموش الكلام ده، ولكن بالنسبه للكبار هو حلو قوي. نهايته بالنسبه لي مش مرضيه شويه، ولكن هو جميل وبنصح بيه. الانمي 12 حلقه، تصنيفه خيال وغموض، ده منتهي، ملوش اجزاء تانية. الانمي اللي بعد كده انا مسميه انمي الدكتوره، عشان انا مش هقعد بقى احفظ الاسم، يعني هو اسمه بالنسبه لي انمي الدكتوره، طبعا اسمه يبقى مكتوب جنبي زي ما قلت لكم. السيزون اللي فات منزل شويه انميات كده اللي هو حاجات لازم تدور عليها عشان تتفرج عليها وبتبقى حلوه جدا. بالانجلش اسمه اميكو ديتكتيف دكتور، بجد اميكو دي زي العسل يا جماعه، قصيره كده ولكن هي دكتوره شاطره جدا، بتحل الالغاز والغموض وبتساعد الشرطه في القبض على المجرمين. يعني لو جالها حاله فيها بقى مجرم او كده بتبتدي تحل مع الشرطه الكلام ده. في كل حلقه بتلاقي لغز جديد، لو انت بتحب كونان او الحاجات اللي فيها تحقيق والكلام ده هيعجبك الانمي ده جدا. كمان في معلومات طبية شوية تقيلة لو انت مش هتفهم شوية من المصطلحات، ولكن هو لذيذ جدا. زي ما قلت كل حلقة او حلقتين بيبقى قضية جديدة، بنشوف الدكتورة بتاعتنا هتحلها ازاي.
الانمي ما فيهوش لقطات كان ممكن برضو ارشحه 100% للاطفال، ولكن هيحصل في الحلقه الاخيره لقطه هي بسيطه جدا. بحذركم منها، هي مش منفره بس هي للاسف يعني كان نفسي ما يكونش في اي لقطه، ولكن هي لقطه بسيطه جدا حصلت في الحلقه ال 12 بس. الانمي ما فيهوش اي حاجه، ممتع جدا، ولم يتم الى الان الاعلان عن الجزء الثاني بتاعه. هو كان 12 حلقه، تصنيفه غموض واكشن. واحد من الانميات برضو تحقيق، وبرضو بنصح بيه جدا ومش اول مره ارشحه، ورشحته في حاجات كتير قوي وعماله اصيح بيه. المحقق رون. يا لهوي على المحقق رون يا جماعه، بحبه جدا. المحقق رون واحد من الانميات اللي انا مش اول مره اتكلم عنها يا جماعه. الانمي ده انا بعشقه جدا ورشحته كذا مره، وجميل وفعلا ما فيهوش اي لقطات تضايقك نهائي. تدور احداث الانمي عن المحقق رون غريب الاطوار اللي عنده علامه غريبه في رقبته، وكان مختفي جدا. ولكن احنا هنعرف ان هو مختفي ليه، لانه هو بيحرض القاتل، او بعد ما بيحل المساله او بيحل اللغز بيحرض القاتل او الجاني ان هو ينتحر، فعشان كده كان مانع نفسه من التحقيق خالص. ولكن بيكتشف بعد كده ان الكلام ده ليه اسباب، وبيحاول يبحث في الموضوع ده، وبيلاقيه معاه محقق جميل جدا اسمه توتو. بحب الصداقه بتاعتهم جدا، ولكن توتو طبعا مش بنفس مهاره رون، فبيستعينوا الاتنين ببعض عشان يحلوا المشاكل والقضايا والالغاز، ولكن توتو بيمنعه ان هو يحرض اي حد على الانتحار. الجزء الاولاني حلو، الجزء الثاني احلى فعلا بجد، من الانميات اللي انا بحبها جدا، ومناسب جدا لو انت بتحب الغموض والاكشن والاثاره والتحقيقات زي كونان، فانا عشان كده ارتبطت بيه. حلو قوي. الانمي مكون من جزئين، الجزء الاولاني كان 13 حلقه والجزء الثاني برضو اعتقد 13 حلقه، ولسه في اجزاء تانية كتير ليه. تصنيفه بوليسي شونن غموض وكوميديا، هيعجبكم جدا. الانمي اللي بعد كده ويند بريكر سيزون 1، وحط لي تحت خط لما اقول لك سيزون 1 تركز ان هو سيزون 1 فقط لغايه الجزء الاول بس. اتفرجي على 12 حلقه بتوع الجزء الاول هتستمتع بيه جدا، وحلو قوي لو انت بتحب العنف والاكشن والكلام ده. الجزء الثاني للاسف احنا متابعينه دلوقتي وشغالين فيه، ظهرت شخصيه ما افسدت ان هو ممكن يكون انمي جرين فلاج في سيزون 2، فاحنا هنخلينا في سيزون 1 بس. ويند بريكر واحد من الانميات اللي نزلت عملت ضجه كبيره جدا، والناس كلها قالت ان هو انمي حلو، انا كمان بحبه جدا. ولكن بعض الناس شبهته بطوكيو ريفنجرز، لانه عباره عن مجموعه من الشباب بيجمعوا نفسهم تحت اسم عصابه معين، يروحوا يفايتوا عصابه تانية، ونفضل في الضرب والعجن دول الحلقات. ولكن هو مش شبيه لطوكيو ريفنجرز بالنسبه لي، هو القصه بتاعته ابسط بكتير. عباره عن البطل بتاعنا اسمه ساكورا، كان دايما بيعتمد على القوه بس ما بيتفاهمش مع حد، ما بيحبش حد يساعده هو لوحده، ولكن بيروح المدرسة اللي هي بتاعتنا دي وبيلاقي ان هما بقى بيساعدوه وبيحبوه والكلام ده. هتبتدي تتغير شخصية ساكورا. الانمي كان عبارة عن الجزء الاول 13 حلقة، برضو تقريبا الجزء الثاني هيبقى 13 حلقة. تصنيفه اكشن مدرسي من انتاج استوديو كلوفر ووركس. في انمي كنت حاطاه بقالي في الليست كتير قوي، وكل ما افتح بزهقانه اقول عايزه اشوفه عايزه اشوفه وارجع، عايزه اشوفه وارجع، لغايه لما قررت ان انا اضغط الزر واشوفه. ارتي. يا جدعان انا بقالي كتير ما استمتعتش بانمي كده. كنت مستمتعه بهذا الانمي. لو انت بتحب الرسم، وبنتي بنت خصوصا بنت وبتحب الرسم، اتفرج على ارتي. في القرن 16 ما كانش مسموح للبنات تعمل اي حاجه، ولكن ارتي كانت بتعرف ترسم وموهوبه جدا، وما سمحتش لقيود المجتمع ان هي تخليها ما تعملش الحاجه اللي هي بتحبها، فبتقرر تهرب من بيتها وتروح تعيش حياه الرسامين. واحد من الانميات اللي كانت مدفونه عندي في الليست، وانا مش فاهمه انا ما اتفرجتش عليه من زمان ليه. لو بتحبي الرسم وعايزه تتفرجي على انمي حلو، انا بوجهه للبنات شويه اكتر، لانه فعلا بيقولك قد ايه ان البنات كانت مظلومه في وقت كبير قوي، وان هي ما تقدرش تعمل اي حاجه بتحبها. ولكن ارتي هتقف في وش هذا الكلام وهتثبت ان البنت تقدر تعمل اللي هي عايزاه. بعد ما ارتي بتهرب من بيتها بتروح تدور على اي حد ورشه رسم تتعاون فيها وبتبتدي تتعلم فيها الرسم، وكلهم بيرفضوها لانها بنت، ولكن ورشه واحده بس هو اللي بيقبلها، وهنعرف هو بيقبلها ليه. واحد من الانميات اللي انا كنت مبسوطه جدا ان انا بتفرج عليه وخلصته في وقت قياسي. جميل، ما فيهوش لقطات كتير، ولكن في حلقه او حلقتين بعض يعني في شخصيه المهنه بتاعتها وحشه جدا، بلس ان ممكن يكون لبس ارتي مش افضل حاجه، فانا مش هخليه 100% نضيف، ده هيبقى مثلا 95%. ولكن هو مناسب جدا لو انت عايز تتفرج على حاجه راقيه جميله قوي قوي. الانمي مكون من 12 حلقه تقريبا، احنا مش عارفه هيكمل ولا لا، بس تقريبا هو دي النهايه يعني، ما اعتقدش انه هيرجع تاني لانه من 2020، ولكن انا بجد استمتعت بيه جدا. الانمي من بعد كده بشوفه لغايه دلوقتي ماشي. انا ما بحبش اقول لكم حاجه جرين فلاج الا لما اكون مخلصاها، ولكن انا ما قدرتش ما اقولوش، انا لسه ما خلصتوش. انا مش عارفه بقى اكون خلصته اثناء مونتاج الفيديو ده ولا لا. ماي روم ميت از ا كات. يا جماعه لو انت شخص بتحب الحيوانات وخصوصا القطط ومربي قطه،
انا بجد هيعجبك الانمي ده جدا. انا مبهوره لغايه دلوقتي، انا في نصه، مش عارفه برضو هبقى خلصته ولا لا، بس انا متاكده ان الانمي ده نضيف، يعني انا متاكده ان مش هيحصل فيه اي مشاهد. لو انت بتربي قطط لازم تتفرج على الانمي ده. بجد قد ايه انا انبهرت بجد ان الانمي ده عارف اسرار القطط واسرارنا بطريقه رهيبه. ماي روم ميت إذا كانت واحد من الانميات اللي انا استمتعت بيه قوي. انا واحده بحب الحيوانات وخصوصا القطط، فكان بالنسبه لي مبهر. الشخصيه بتاعتنا الرئيسيه اسمها سوبارو، كاتب روائي منطوي ما بيكلمش حد، بيفقد والديه في حادثه فبيضطر ان هو يعيش لوحده، ولكن بتحصل ظروف ان هو لازم ياخد قطه عنده لقاها في الشارع. القطة دي اسمها هيسميها هارو أو اسمها هارو، هتغير له كل حياته. الأنمي بيعتمد على وجهة نظر سوبارو في اليوم، يعني هيجيب لك الحلقة نصها من وجهة نظر سوبارو كون ونصها التاني من وجهة نظر القطة، هتعرف القطة بتفكر ازاي او بتبصلنا ازاي. قد ايه كان حلو، ما فيهوش ولا لقطة وحشة، ما فيهوش ولا كلمة وحشة، ما فيهوش بنت لابسة وحش. انصح بيه تماما للاطفال لو عايزين يتفرجوا على حاجة زي كده او بيحبوا القطط ولادكم فرجوهم على الانمي ده، ما فيهوش اي حاجة وحشة جدا. ده لو سمحت يا سبيستون دبلجيه، لانه فعلا من احلى الانميات اللي هيبقى فيها مشاعر مختلطة واللي انت مش عايزه يخلص. انا فعلا وانا بتفرج ما كنتش عايزاه يخلص. الانمي مكون من 12 حلقة بس، وبجد كان نفسي يبقوا 45 مثلا. الانمي بعد كده انمي الرعب المفضل، انا ما بتفرجش على رعب ولكن هو ده اللي شفته، Another. حسيت ان القائمة كلها كيوت وورد وكده، فقلت ارشح انمي بقى شوية دموي، Another. انا ما بحبش الرعب زي ما قلت 50 مرة قبل كده، ولكن الانمي ده شدني جدا لان فعلا ما كانش فيه اي نوع من انواع المشاهد، بس طبعا ما ينفعش نتفرجوا الاطفال لان فيه كمية دم رهيبة جدا. الطالب ساكاكيبارا اسمه مضحك جدا ومش هقوله تاني. المهم الطالب ده بينتقل لمدرسة او فصل، الفصل ده بيحصل فيه لعنة كل سنة وبتأدي ان ممكن يحصل فيه مجازر بقى وناس تموت والكلام ده. فطبيعي انت عارف في اليابان عادي لو في مدرسة شغالة ملعونة بيشغلوا فيها عادي جدا. المهم في الفصل ده لازم ينبذوا شخص معين عشان اللعنة دي ما تحصلش او المجزرة دي ما بتحصلش، وبينبذوا شخص معين ولكن ما بيطلعش. قصة كبيرة جدا ولكن هو في بلوت تويست حلوة قوي، مفاجأة انت مش هتعرف مين اللي كان ايه. مش عايزة احرق عليك ولكن هو انمي حلو قوي. انا استمتعت بيه ومن بحبش زي ما قلت لكم الرعب، فان انا ارشح انمي رعب ده مش اول مرة ارشحه، ولكن Another من احد الانميات اللي انا بحبها جدا. المقدمة بتاعته حلوة، الموسيقى بتاعته حلوة بجد، تصنيفه غموض ورعب ونفسي كمان، بحبه قوي. 12 حلقة بس وكان تقريبا ليه فيلم او حاجة زي كده، فانا برشحه برضو بس مش للاطفال. وبكده اكون خلصت لكم. انا بجد عندي ورقه مكتوب فيها انميات جرين فلاج، كل ما بخلص انمي وبلاقيه جرين فلاج بحطه بحيث ان انا اجمعه كلهم واعمل لكم فيديو. لا عشان واحد زي ما قلت لكم في انميات ما ينفعش تتفرج عليها، اقول لك في انميات تتفرج عليها، ما انا مش هزود لك الدنيا. فالجزء الاول هتلاقيه برده محطوط في الديسكريبشن ان شاء الله، جمعهم كده وشوف الانميات دي تقدر تتفرج عليها بحريه من غير ما يكون عندك قلق ان انت ما بتحبش مشاهد، لان في ناس زيي وناس زي ناس كتير ما بتحبوش يتفرجوا على المشاهد حتى لو هم انا كبير وانا مش عارفه ايه. انا برضو ما بحبش اتفرج على اي حاجه فيها تكون مشاهد خارجه. ولغايه هنا بيخلص الفيديو بتاعي. اوعى تنسى تعمل اللايك والسبسكرايب، عايزين نوصل لل100,000. انا بس بدأنا الزن، انا عرفت بدأت الزن من دلوقتي. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. باي.